وبما انك دخلت المقطع لما تسمع المضرطه فاستلم هاي النظريه يا اخوي. شوف انت هسه مو انت هسه، انت هنا راح تدوخ، مو شرط تدوخ، بس يعني المفروض تقول عزة يمه وهاي الحركات مال المنصدمين. بالحالتين اذا دخلت ولا راح تسالني تقول لي شنو اني مو اني تناصب علي لو شنو، وبكل بساطه حجاوبك انجد اخي على شنو مهتم اصلا؟ مدى تشوف الخريط؟ مدى تحس بالمضرطه؟ هسه انا نفسي اللي داحش دا احس بالمضرطه، انت شلون بدك تحس فيها؟ انت هسه مو انت هسه، لان انت هسه من قلت لك انت هسه الاولى صارت ماضي، وبعدها انت سمعت هسه الثانيه اللي هي حاليا هم صارت ماضي، بس قبل لا تصير هسه الثانيه ماضي انت سمعت بها شغلات بس كنت سامحها بهسه الاولى، لهذا تتغير. ادري شويه يعني تدوخ، بس هو هذا واقعي، ترى انا ما اخترع الشيء من يمي، انه بس انتبهت له. ادري هي ما بيها فائده، بس بربك يعني انت داخل المقطع عنوانات مضرط، يعني ايش تريد تشوف؟ وهيك انت تغيرت وصرت مو انت، لان انت سمعت كلام ما كنت سامعه انت. الله اكبر. اصدمك اكثر بكل مره دا اقول بيها انت بهاي الحاله مدى تكون انت، لان انت سمعت كلام ما كنت سامعه انت. صح هو كلام ما بمعنى، بس اهم شيء تبدا تشوف انه انا ايش قد يعني. وبصراحه ما ادري انت ايش متوقع لما طبيت المقطع عنوانات مضرط، هسه عبالك مضرط بس كلام يعني مرتب وكاتب سكريبت. لا ما كاتب سكريبت، هذا شغله والله ضايج. فتحت المايك وات بمزح فتحت التسجيل وقعدت اسجل وانا مضرط بكيف. ده شوف هاي المناظر بايقها من ابويا صار تقريبا 3 اشهر، وابويا صار يدور عليها تقريبا 3 اشهر من اليوم اللي بكتب بيها، ويحتاجها ويريدها بس انا ما اعطيها ولا اقول له انه هي عدي. ليش انا احتاجها بالتسجيل؟ ويعني هي مناظر بس. تدري اذا ابويا يدري بيه انه هاي المناظر هي عدي ايش راح يسوي؟ بدون ما ادخل لك بالتفاصيل والرزايل والمسبه وذني السوالف، راح يقطعني ويشمرني من هذا الشيء، وما راح يكون متندم. يمكن انا اكثر شخص يغلس على الجزء الثاني. عندي درزن مال المقاطع كاتب بيها ترى اكو جزء ثاني وما نزل الجزء، اغلس عليه هيك يعني. مشكله انه اول يوم يأنبني ضميري ليش ما نزلت الجزء الثاني، ثاني يوم هم يأنبني ثالث لا. عندي مقطع صار له 4 اشهر قايل لكم انه بيجي الجزء الثاني وما منزل، والمشكله انه انا ما عندي مشكله بالموضوع يعني عادي. قصه الجني صار له 4 اشهر، قصه الجيتار شهرين من 3، وعوده المدارس راح تخلص المدارس بعد ما منزل الجزء الثاني. والمشكله انه انا عندي عادي وانتم هم عندكم عادي، ما دا اشوف اي احد يسال عن الجزء الثاني. هو الاحسن اذا سألني واحد حرفيا بوقتها حقول ما راح انزل عن الموضوع ابد فعليا يعني، وجديا يعني مو صدق برو مدى اكذب بحكي ابد. قبل فتره نزلت بستوري على الانستغرام، وايد من الناس تنتقدني وقالوا بدينا نمل من محتواك او بدا يصير ممل، فحاول انه اضيف تغييرات او تعديلات عليه. خذ الصفنه وهي نفسي جدا طويله، طولت 5 دقائق. لك شنو هاي حققت الكوميديا. المهم وما طلعت بنتيجه، فقلت خلي اخذ براي المنتقدين، بلكت انه يضيفون فد شغله حلوه وكذا شيء، او يعطيني راي يقنعني به. طبيت على الاراء، واحد يقول لي العب بوب والمحتوى جيمنج واخبار، لما يجي واحد بالبوب جي يفتح لك من ورا الشجره، قول ورا الشجره قاعد دير بالك راح يقتلك، وانت شنو عزة قتلني بوب جي واحد ورا دير بالك. اما جهه ثانيه كانت تريدني انه ارجع للانتقاد، ما يهم اذا ساخر جاد، المهم انه انتقد واحكي على العالم واجيب الرايح وجاي. لك عيب عليك انت شلون تسوي فسدت المجتمع، ليش تفسد المجتمع يا اخي، الله ارفع عليك دعوه قناتك. فباختصار شفت اغلب المنتقدين كانوا يدورون يا محتوى بو عادي هو دا ياكل، يا يريد محتوى نقد وواحد يحكي علاق على مود يصير دراما، لان هم يحبون المشاكل. فانا ما اقدر اروح لاي واحد من ذنب. كلش ممكن اذا تناقضت ونزلت لك مقطع جيمنج او نقد، او مقطع جيمنج بنقد، او مقطع نقد الخلفيه مالتك جيمنج، تسوق اتوقع كل شيء منه. وحرفيا ما دا افتهم انت ليش لحد الان بالمقطع قاعد امشي اطلع برا وولي يعني فوق هاي المضرطه كلها. انت وراك دراسه، اوكي مو كلكم وراكم دراسه، بس اغلبكم وراكم دراسه وتحملت هاي المضرطه. عقلك ايش راح يصير بيه؟ عقلك ايش راح يصير بيه ورا مضرطه الدراسه ومضرطتي طبعا، والنظريه هاي اللي راح تبقى تفكر بيها ما ادري ليش. اخي ارحم عقلك، امشي اطلع برا المقطع كافي. عنوان المقطع مضرط، دقيقه دقيقتين 3 المفروض تطلع، ما يصير تبقى لحد الان. حرفيا كافي امشي اطلع برا وولي، لان عقلك راح يتفجر. الله